تخيل انك عايش في عالم قوة مش مجرد تدريب فيه. قوة بتيجي من حاجة انت بتاخدها من روحك. هي فاكهة اسمها فاكهة الروح، بيسموها كده انها بتغذي الروح بالطاقة. حاجة دي تقدر تغير مصير قارات. يا اهلا بالاساطير. النهارده قررت افتح معاكم الصندوق الاسود. النهارده مش هشرح لكم هشرح لكم قصة المانجا اللي انا شغال عليها بقالي فترة كتيرة. عالم دولة. ايوه، قصة اسمها دولة يعني و هنشوف دلوقتي ايه سر الحاجة ومين هم الابطال. ولو انت بتحب عالم بناء القصص والحاجات دي، بجد انا ممكن اعمل قناة بمجرد بس الفاندومز بتاعتكم. جهز مشروبك. انا عن نفسي انا مجهز اهو عصير برتقان. جهز بقى مشروبك المفضل وركز معايا، كل كلمة بتفرق. اول حاجة العالم، طبعا انا مش هشرح لكم ايه اللي هيحصل، ولكن هشرح لكم السايكلز. مثلا اول حاجة، العالم ده عالم كبير فيه 6 قارات. ايه هم ال6 قارات؟ حاضر، هما دول ال6 قارات. القارات دي كل واحدة بتعمل مصدر الثمرة اللي هتحكي او مش هتحكي، هتمحور القصة كلها. طبعا انا في قصة، انا اصلا قربت اخلص قصة عموما، وهتشوفوا في الاخر الريليز ديت يعني ده لسه انا عامله دلوقتي، مش متأكد خالص هل هيكون حقيقة ولا هيكون ده، بس ده ممكن يكون اقرب للريليز ديت ممكن نقول عليه. بص، يعني هقول لكم جملة هي اللي كبيرة جدا، بس هقولها خلاص. هقولها. بصوا، الفكرة الأساسية هنا في أطفال، مش أطفال عندهم 2 أطفال 10 و11 بيستكشفوا عالم مليان قوى غريبة، وبيحاولوا يثبتوا نفسهم فيه. بشكل أبسط، قصة يعني بتبقى ايه؟ مغامرة، تدريب، تحديات، صداقة، سايكل ريبيت. محور القصة، كل واحد فيهم عنده قوة، ولكن لازم يتعلم ازاي بتستعمل. مش بس انه يستعملها ماستري، لا، لازم التكتيك بتاعها لو مش يستعملها صح يركض. بس لازم تستخدمها صح، وتتحكم فيها صح، وتواجه مخاوفك. العالم فيه قارات مختلفة قدامكم، كل قارة ليها خطرها، فيها اختبارات صعبة. الفريق مجموعة من شخصيات، في شخص ذكي، في شخص غامض، في شخص داعم، ولكن مفيش حد أقوى من التاني. من الآخر الفريق كله بيكمل بعضه. الأبطال بتوعنا عندنا عادل تاني، عمار، كرولوس، عبد الرحمن، فريدة، يوسف، وبس. دول هيكونوا الأبطال في القصة. العالم بتاع القصة أو أنا مستوحي، ولكن استوحات صغيرة جدا جدا جدا، فأنا مش هحاول أحرق عليكم، ولكن في جملة خليها تبقى ليك كبيرة جدا جدا، وبرضو مش هتبوظ كل الموضوع بالليكس.
طبعا ازاي هنكمل قصة من غير تلميحة بسيطة؟ عادل دايما بيجري لقدام حتى لو الطريق صعب. عمر طاقته كبيرة، مش بيحب يبقى في الظل. عمار شبه عمر ولكن مش بطريقته الخاصة. كورولوس وراه تاريخ بس اختار طريق مختلف. عبد الرحمن بيشوف اللي غيره مش شايفه. فريدة أهدى واحدة بس وجودها بيغير كل حاجة. يوسف بيهزر كتير بس مش دايما هزار. دلوقتي اصبر اشرب عصير. احنا هفكر لكم حاجة ثانية. كت القارات اللي في القصة مش منفصلة زي ما الكل فاكر. دي حاجة هنعرفها قدام خالص. هي ليك كبيرة فعلا، كبيرة قوي، بس يعني مش عارف. بصوا دي اخر ليك دي تكون اخر حاجة قبل الريليز ديت بتاع القصة. جيل جديد بيكسر قيود الماضي وبيعيد تعريف القوة.